Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you see him, you're gone, boy. When you see him, you're gone. اللقطة اللي بدينا بها هي لقطة نشوفوها تقريبا في افلام الاكشن الكل، وقد ما نتفرجوا في السيناريوهات المتشابهة هذه ما نحسوش بالملل، وهذايا ديما يطرح سؤال في مخي، احنا علاش نحبوا افلام الاكشن؟ شنو هي المتعة في الفرجة على ناس قاعدة تتقاتل وعرك وتفجير وبيو بيو ودنيا داعكة بعضها؟ اما في بحثي على الاجابة اكتشفت لي الحكاية اعمق من اللي راو فيه. تحب تعرف كيفاش؟ اجا نحكيو فيه. مرحبا بيك صديقي وصديقتي اللي تتفرج، انا دالي وهذه حلقه جديده من سلسله نحكيو فيه على قناه ثله. وقبل ما نبداو ما تنساش تعمل ابونمون للشان وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الكل. اذا نحاولوا نفهموا بعمق علاش افلام الاكشن عندها السحر الكبير هذا على الناس، لازمنا من البدايه نخرجوا من الفكره السطحيه اللي تختزلها في انفجارات ومطاردات ونشوفوها كظاهره انسانيه معقده تتداخل فيها البيولوجيا مع علم النفس، وتتقابل فيها الثقافه مع الفلسفه، وتخدم فيها السينما على اعمق مستويات الانسان الغريزيه العاطفيه الحسيه والرمزيه. خطر الحقيقة هي أنه الأكشن ماهوش مجرد نوع سينمائي، بل تجربة مركبة تخاطب الإنسان في كامل تكوينه، من أقدم أجزاء المخ حتى نوصلوا لأكثر أفكاره تعقيدا حول الذات والعالم. أول نقطة لازم ننطلقوا منها هي الدماغ. قبل ما نحكيو على السينما لازم نفهموا المتفرج. الانسان مبرمج بيولوجيا باش يتفاعل مع الخطر، والبرمجه هذه جايه من تاريخ طويل من الصراع من اجل البقاء. مناطق في الدماغ كما اللوزه الدماغيه تنشط مباشره وقت اللي نشوفوا تهديد، حتى لو كان التهديد هذا مجرد صوره على الشاشه. لكن المثير للاهتمام هو انه هذا التنشيط ما يجيش وحده، اما يترافق مع التنشيط نظام المكافاه اللي يفرز مواد كما الدوبامين، وهذايا يخلق حاله فريده. الانسان يحس بالخوف اما في نفس الوقت يحس بالمتعه. وهنا نلقاو اول مفتاح لفهم الاكشن، انه يقدم تجربه مزدوجه تجمع ما بين الخطر والمتعه في نفس الوقت في بيئه امنه تماما. التناقض هذايا يتفسر اكثر من خلال نظريه تحويل الاثاره اللي طورها الباحث دولف زيلمان، واللي تقول انه المشاعر ما تختفيش بسرعه بل تتحول وتتراكم. فيلم الاكشن ما يعطيكش المتعه مباشره اما يبنيها، يضغطك تدريجيا، يرفع من التوتر، يخليك تحس بالقلق، من بعد يجيك الانفراج. وكل ما كان الضغط اقوى كل ما كانت المتعه في النهايه اكبر. البطل يكون في خطر والزمن يضيق والتهديد يكبر، ثم فجاه لحظه الانتصار، وهنا يتحول التوتر الكل الى احساس قوي بالراحه والفرح، اقوى حتى من الفرح العادي على خاطره مبني على ضغط سابق. اما كان نقفوا هنا نكونوا فسرنا فقط جزء من الظاهرة، على خاطر الأكشن يخدم زاد على مستوى أعمق برشا، مستوى الغرائز. الإنسان عبر آلاف السنين عاش في بيئة مليئة بالمخاطر، ودماغه اتطور باش يتعامل مع المخاطر هذه. اليوم حياتنا أكثر أمان، لكن الدماغ ما تبدلش بنفس السرعة. هنا يجي دور أفلام الأكشن كنوع من المحاكاة الآمنة للخطر. أنت تعيش تجربة تهديد أما أنت في مكان آمن. عالم النفس بول روزن يفسر هذا بأنه الإنسان ينجم يستمتع بتجارب سلبية طالما يعرف أنها آمنة. الأكشن بهذا المعنى هو تدريب نفسي يخليك تواجه الخوف وتتأقلم مع التوتر وتخرج من التجربة وانت مرتاح. ومن هنا نبداو ندخلوا لطبقة أعمق، الأكشن كوسيلة لفهم الفوضى. الإنسان بطبيعته ما يتحملش العشوائية، ديما يحاول يلقى معنى، نظام، سبب ونتيجة، لكن الواقع مليء بالفوضى، أحداث غير متوقعة، ظلم، أشياء ما عندهاش تفسير واضح. أفلام الأكشن تقدم عالم بديل، عالم فيه كل شيء مفهوم، كل انفجار عنده سبب، كل صراع عنده بداية ونهاية، وهذا يخلق إحساس بالنظام في وسط الفوضى. الفيلسوف فريدريك نيتشه كان يشوف أنه الإنسان يحتاج يخلق معنى باش يتحمل الواقع، والسينما خاصة الأكشن تقوم بالدور هذا، تعطي معنى للعنف وتحوله من شيء عبثي إلى قصة قابلة للفهم. لكن الأكشن ما يقفش عند تنظيم الفوضى، لكنه يحولها إلى تحدي. وهنا يظهر البطل اللي هو في الحقيقة انعكاس لنموذج عميق في اللاوعي الجماعي. عالم النفس كارل يونغ حكى على الاركيتايبس، ومن أهمها البطل، الشخصية اللي تواجه الظلام وتنتصر. أفلام الأكشن الحديثة تعاود إنتاج هذا النموذج القديم لكن بطريقة بصرية مكثفة. شخصيات كما جون ويك أو ماكس روكاتنسكي تمثل البطل الحديث، إنسان وحيد في عالم فوضوي لكنه يرفض الاستسلام. المشاهد وهو يتفرج يعمل عملية لا واعية، يعمل إسقاط لنفسه على البطل هذا ويعيش التجربة من خلاله، يحس إنه هو اللي قاعد يقاتل وهو اللي ينجو، وهذا يعطي إحساس قوي بالسيطرة حتى لو كان هو مؤقت. هنا نجم نربطه مع أفكار أبراهام ماسلو حول تحقيق الذات. الإنسان ديما
يسعى باش يكون افضل نسخه من روحه، والاكشن يعطيه لمحه خياليه على النسخه هذه. لكن الاكشن ماهوش فقط تجربه نفسيه، هو زاده تجربه جسديه. وقت اللي تشوف مشهد مطارده الجسد نتاعك يتفاعل، دقات القلب تزيد، التنفس يتسارع، والعضلات تتوتر، كأنك داخل في التجربه. الفيلسوف موريس ميرلو بونتي كان ياكد انه الادراك مرتبط بالجسد، والاكشن يستغل الشيء هذايا بذكاء، يخليك تحس الفيلم ما تشوفوش كهو. وهنا يجي دور عنصر مهم جدا، الصوت والموسيقى. خاطر الاكشن ما يتراش كهو، لكنه يسمع ويحس. تخيل نفس مشهد المطاردة من غير صوت يفقد جزء كبير من قوته، لكن مع الموسيقى ومع صوت المحركات والانفجارات التجربة تولي كاملة. الموسيقى خاصة عند ملحنين كما هانز زيمر تخدم على الايقاع، على التصاعد، على خلق التوتر قبل حتى ما الصورة تفسره. الصوت هنا يوجه مشاعرك مباشرة. وبخصوص الموسيقى برمشي تفرج على حلقة الموسيقى في السينما على قناتنا بعد ما تكمل الحلقة هذه. ومن الصوت نمشيو للمونتاج اللي هو القلب الحقيقي للأكشن. المونتاج يحدد الإيقاع، السرعة، التوتر، وحتى طريقة إدراكك للمشهد. اللقطات السريعة تخليك تتفاعل غريزيا، ما تعطيكش وقت تفكر، لكن رغم هذا لازم تكون الفوضى واضحة. وهنا تظهر عبقرية مخرجين كما جورج ميلر في ماد ماكس فيوري رود، وين الفوضى تكون منظمة والعين ديما تعرف وين تركز. ومن زاوية أخرى نلقاو أنه الأكشن مبني على الايقاع، لحظات توتر ثم لحظات هدوء ثم انفجار جديد. هذايا يشبه للتنفس، من غير التوازن هذايا الفيلم يفقد تاثيره. الاكشن الذكي يعرف كيفاش يبني التوتر، مش يعرضه كهو. وهنا نلقاو تقاطع مهم مع افلام الرعب. الزوز يخدموا على التوتر، لكن الرعب يخليك تهرب، اما الاكشن يخليك تواجه. الرعب يعطيك احساس بالعجز، اما الاكشن يعطيك احساس بالقوه. وهذا يفسر علاش برشا ناس تفضل الاكشن، خاطر يعزز الاحساس بالقدره مش بالعجز. ومن زاويه ثقافيه الاكشن يلعب دور كبير في تشكيل الخيال الجماعي. افلام كما فاست اند فيوريوس تعكس قيم الولاء والقوه الجماعيه، بينما جون ويك يركز على الفرد الوحيد ضد العالم الكل. كل ثقافه تعاود تشكيل الاكشن حسب مخاوفها وقيمها، الشيء اللي يخليه كما المرايه للمجتمع. وهذا يقودنا لفكره انه الاكشن زاده يعكس الخوف الجماعي. كل فتره زمنيه عندها نوع الاكشن متاعها حسب التهديدات اللي يحس بها المجتمع. وهنا نرجع لفكره كارل يونغ حول اللاوعي الجماعي. الافلام تعكس مداخلنا حتى كان ما كناش واعيين بها. في نفس الوقت الاكشن يخدم على فكره الحدود. البطل ديما يدفع على اقصى حدوده جسديا، نفسيا وعاطفيا، وهذا يخلق سؤال ضمني الى اي حد تنجم توصل. والمشاهد وهو يتفرج يبدا يسال نفس السؤال على روحه. وهنا يتحول الاكشن من مجرد ترفيه الى نوع من استكشاف الذات. واذا نحاولوا نجمعوا الخيوط الكل نلقاو انه افلام الاكشن تنجح على خاطرها تخلق تجربه متكامله. بيولوجيه تنشط الجسد، نفسيه تفرغ التوتر، فلسفيه تعطي معنى، حسيه تغمر الحواس، وثقافيه تعكس المجتمع. وممكن هذا هو سرها الحقيقي. الاكشن ما يعطيكش فقط قصه، اما يعطيك احساس انك عشت تجربه، خاف، تتوتر، تواجه وتنتصر، حتى لو كان الانتصار هذايا وهمي. في اللحظه هيك بين صوت الانفجار ودقات القلب تولي ما عادش مجرد متفرج، تولي جزء من القصه. قبل ما نمشي اعمل ابونمون للشين ولايك للفيديو وبارتاجي وفعل الجرس.